المحشي المصري من أعظم وأقدم وأشهر الأكلات الشعبية اللي موجودة في مصر. طعم خرافة وريحة ومنظر ملهاش حل، ويا سلام لما يكون المحشي بيت من امبارح كده وتحطه في طاسة فيها شوية زيت صغيرين وتحمره، يطلع مقربش من تحت كده، طعمه أحسن من الطازة اللي أنت يعني طبخه في نفس اليوم. أنا كنت عامل محشي ورق كرنب ومحشي سلق، فجبت البواية عندي وجبت صلصة زينتها زيت وحطيت المحشي فيها مع بواقي لحمة صغيرة كده وحطيتهم فيها، رصيتهم رصة جميلة كده تشرح العين والقلب. وبعد النار هادية خالص حطيتها وغطيتها، وكان عندي سمكة من امبارح فايضة، قلت اما تطلع تسخن بالمرة. بص على منظر المحشي لما تسخن بس لمدة 5 دقايق، اقسم بالله ريحة ومنظر روعة الروعة. هنحطها في طبق التقديم، المنظر لوحده كده بس لو انت جعان هتاكل. يا سلام، بص على المنظر، أكلة طعم جدا، وخصوصا كمان لو معاه شوية مخلل كده، مخلل كرنب ولا حاجة، يا سلام. هتاكل الأكلة دي من هنا تحس إن أنت طالع في عالم تاني، طاير في طيارة.